اول مره اعرفها. رمد رمد. بالضاد. اه رمض بالدال. بالضاد. دلع رمضان. ده رمد طلع رمضان رمد. زي ربيع، ما هو ربع يعني. على وزن. بتختصر، عارف، كسل في لسه تقول رمضان. طب قول لي الجون اللي مش بتنساه طول حياتك، يعني حاسس انك انت كده كان فيه توفيق من ربنا قوي. لا، ده نص جواني، ما اعرفش جت ازاي. اه دي جد اجوان كتير. جدا. اه يعني من ضمنهم الجون بتاع الزمالك ده، اللي هو بتاع اولا الكره 18. كانت جايه طوليه مم. مش عرضيه، مم. وظهري للجون. فازاي تحولها كده؟ فازاي تيجي جون؟ فطبعا في مره كنت بجدد مع النادي الاهلي، وحصل تعثر في المفاوضات وكده، مم. ولقيتهم بتجديد بالنسبه لي او التقييم ليا على ان عندي 30 سنه وقتها، مم. فباعتبار اني كبرت، مم. فالمفروض اللي انت اديته قبل كده غير اللي جاي بعد كده. مم. فقلت لهم طب خلاص، احنا عندنا ماتشات كاس ان شاء الله، عيدوا التقييم من جديد بعد ماتشات الكاس، مم. وشوفوا انا ما زلت زي ما انا ولا. المستوى هو ولا؟ اه وقلتها، بس كان عندي نوع من العنجهيه وانا بقولها. مم. وخلصت الكلام معاهم، أنبت نفسي يعني وزعلت ان انا. حلو الاعتراف ده. ما هي عشان تتعلم وتتطور في الحياه تبقى عارف نفسك. وتحسن حياتك واخرتك، لازم تكون بتقيم نفسك نعم. كويس. فأنبت نفسي يعني ان انا ما كانش صح اقول كده، وخدت الموضوع تحدي، وقلت لهم بعد ما تنتهي الماتشات الكاس اللي ان شاء الله هكسبكم فيها، انا قلت كده، مم. يبقوا قيموني من جديد. مم. وكنا بنلاعب الاولمبي في دور قبل النهائي، اتلعبت كره بالعرض، وليد عملها، لقيت نفسي اللعبه بتحضني، انا ما اعرفش الجون جه ازاي. ما شاء الله. يعني الكره اترفعت كده اه وطلعت يعني على المدافعين، بس لقيت جون. يعني لقيت اللعيبه انا ما تعرفش جه شفتوش ازاي. غير لما شفته في التلفزيون، لقيته كان جون جميل جدا. اه يعني كأن حاجه كده اللي رفعتني اعلى من المدافعين وجت جون.